فإذا ذكرت ذكرك الله. لما أنت بتذكر هو بيذكرك. أولا يذكرك ذكر الإلهام، يلهمك ذكر الله، ألهمك الذكر فذكرته، فلما ذكرته جالسته، ولما جالسته أعطيت من فضله وكرمه. فإذا ذكرك مرتين، ذكر الإلهام وذكر العطاء، وأنت ذكرته مرة ذكر المجالسة. العبد يذكر ذكر المجالسة والله يذكره ذكر الإلهام وذكر العطاء. فألا تحب أن يذكرك الله؟ ألا تحب أن يكون اسمك يجري في ملكوت الله؟ الله يذكر اسمك. نعم. فلما بيصفى القلب هذا الصفاء وبلازم هذا الذكر، كل ما بتمتد هذه اللحظات حتى تقعد نصف ساعة لا يخطر بقلبك إلا الله، أنت مع الله والوجود كله فناء. هذا يا ابني الذكر يلي الأخ لازم يصل له. فإذا حضر القلب مع الله هذا الحضور، فيأتي يوم وليس في القلب ميل ولا ذكر لغير الله وحده، فيصبح القلب دائما في هناء، في سرور، في لذة، في طرب، دائما مع الله، ما في عنده لا تأثر لا انفعال، حاضر بذكر الله دائما. هذا يا ابني الذاكر الذي علم حقيقة الذكر. فإذا نسيت ما دون الله فقد ذكرت الله. قال واذكر ربك، يعني اذكر جلال الله، اذكر عظمة الله. في آية اذكر اسم ربك، تذكر الله في خلوتك، تذكر الله في الجلوة في الطريق. ذكر الجلوة وذكر اللسان، بلسانك وانت ماشي في الطريق تذكر مسبحتك بإيدك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كله ذكر. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا ذكر، هذا ذكر الطريق وانت ماشي في الطريق. أما ذكر الخلوة لما بتقعد لحالك في البيت غمض عيونك بتلاحظ قلبك يقول الله 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 الله. لازم مع الملازمة بيصير ذكر الله في القلب مثل الطبيعة. شلون نفسك طبيعة؟ في حدا منكم بيتكلم بالنفس؟ نفس طبيعة، بيصير الذكر في القلب طبيعة. شلون ما فزيت، شلون ما عاد تلاحظ قلبك عم يقول الله 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 الله. هذا ذكر الله، ذكر الخلوة، فتلاحظ أن الله معك في كل حال. اسمه ذكر لتذكر المذكور، تتذكر جلال المذكور، هذا الذكر يا ابني. أما ذكرنا نحن مالنا هون، مالنا حاسين يا ابني. ذكرك تكون مجالسة، أنا جليس من ذكرني. هل شعرت بمجالسة الله؟ طيب جالست الله، ما حسيت بنوره؟ ما حسيت بهيبته؟ انت ما حسيت لسه. فلذلك يا ابني الأذكار بدها تقديس روح، وبدها فيض دمع نوح. ابكي على ذنوبك، على التقصير، على الغفلة، على الانشغال، على الأيام اللي مضت يا ابني. أيام مضت وين راحت هي؟ السواد يا ابني ما بيغسل بالمي وصابون، بده دمع من خشية الله. عود في خلوتك، اذكر الله، ابكي من خشية الله حتى تطهر الصحائف الأولى، حتى تنظف الصحف الماضية. فإذا بكيت من خشيته وصفى قلبك لتقدست روحك بإمداده، عندها تتنزل الأسرار على القلب. فما إذا كان وجهة الطمأنينة معناتها قلق ما في، اضطراب ما في، خوف ما في، رعب ما في، أنت في أمان حياة طمأنينة. الناس الآن ما في طمأنينة، هذا مضطرب من للرزق، وهذا مضطرب للحياة، وهذا مضطرب مع ملاي أكل، وهذا مضطرب مع ملاي راحة، وهذا. ليش الاضطراب؟ سببه أن قلبك غافل عن الله. قلبك غافل، ولو كان القلب حاضر مع الله لاطمأن قلبك بالله. الاطمئنان بالله تعيش حياة السعادة،
حياة الهدوء، الأنس، الطمأنينة، الراحة، من غير أن تشعر بأي قلق في الحياة. ألا بذكر الله الله ينبهك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلاتك على رسول الله هو تقرب إلى الله، هو باب التقرب إلى الله، وذكر الله هو مفتاح الوصول إلى الله. مفتاح الوصول إلى الله كثرة ذكر الله. كيف يذكر الإنسان أكثر الوقت؟ إذا ذكرت قبل كل صلاة كما أمر الله عز وجل، قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بعدين فصلى. فإذا مشيت على القرآن قبل كل صلاة أن تذكر الله ولو ربع ساعة. 5 صلوات بيطلعوا ساعة وربع، وعندك ساعة بعد الفجر، صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، هي ساعة. ونويت قبل النزول إلى العمل خدمة عباد الله وأنت في طريقك تذكر الله، فهذا الطريق كله في حال الذكر، والعمل صار كله ذكر. وعند الطعام نويت التقوي على الطاعة فهو ذكر، وعند النوم فهو ذكر. فمعناتها باليوم 24 ساعة أنت مع الله، أنت ذاكر لله تعالى الكثير بل الأكثر. خلي الأرض تتشرف بمشيت عليها. إن الأراضي لا يسأل بعضها بعضا، تقول لها: يا جارة هل مر عليك رجل ذكر الله؟ تفتخر فيها إلى يوم القيامة. خلي الأرض تمتلئ بذكر الله، خلي الحيطان الجدران كلها تمتلئ باسم الله. الله هذا يعني نكون جددنا في هذا الوجود اسم الله. الذكر يا إخواني، نحن نذكر الاسم، لكن ذكر الاسم لا يعطيك الثمرة ما لم يمتزج امتزاج بجلال وهيبة المذكور. فذكر الاسم بالقلب، والجلال والهيبة بالعقل والتفكير. فعقلك حاضر وقلبك حاضر، إذا كلك مع الله حاضر. الله عز وجل رغب أهل الإيمان بالذكر، فكل المؤمنين ذكروا، إلا أهل النفاق ما ذكروا. الله وصفهم بإيش؟ قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عم يذكر لكن قليل. ما أنت عم تذكر قليل ولا كتير؟ ولا لا قليل ولا كتير؟ منافق يلي في الدرك الأسفل من النار عم يذكر الله قليل. طيب أنت كمؤمن قديش عم تذكر الله؟ ما جاي لبالك، ما حدا ذكرك. قديش صرتم تحضروا خطب الجمعة؟ سمعتوا شي خطيب عم يعلم الناس ذكر الله؟ لا، حب الله وبتعلم بعدين حب الله، والله يهني أهل الحب كامل. إذا حبيت الله، الله ما بده منك هدية ولا ورد. إذا حبيته سلموا قلبك، القلب بيت الرب. سلم قلبك لله، خلي قلبك يذكر الله الله الله، واذكر اسم ربك، اذكر اسم ربك. الله أكبر. سلم قلبك إلى الله، فالله يحفظ لك القلب ذاكرا. نيال الذاكر يا ابني. سلمت قلبي يا رب، أحبك وأنا أذكرك. ما رأيت ذاكر لله يرى منام مزعج. لك يا أحبابي، حكيت لكم عدة مرات، كل واحد في الحياة عم تعملوا له وقت، إلا الله ما له وقت. دكانتك عم تعطيها وقت، مرتك إلها وقت، جيرانك له وقت، ضيفك له وقت. طيب والله وين وقته؟ الله يقول: أنا جليس من ذكرني. جليس، الله طالب منك جلسة تقعد معه، جالسه، مالك فاضيله؟ يا سبحان الله. والله مشغولين. في عندك أهم من الله؟ في أهم شغل أعظم من الله؟ خاب وخسر من رأى في الحياة ما هو أعظم من الله. هذا المؤمن فحياؤه حياءين، فأما الجسد فهو مستقيم على شرع الله ودينه،
وأما القلب فهو ممتلئ بذكر الله حاضر مع الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا نظر الله إلى قلبك يجب أن يكون قلبك ممتلئ بحبه وذكره.